السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بما ان الامتحانات على الابواب، الله يسهل على جميع الوليدات، غادي نشارك معكم عصير صحي بمكونات طبيعية نعطيوه لوليداتنا باش نساعدهم شوية على التركيز ويعطيهم شوية ديال الطاقة والنشاط. غادي ندوزو للوصفة وفي نفس الوقت غادي نشارك معكم بعض المعلومات على المكونات. كنتمنى تبقاو معايا حتى للاخر، ما تنساونيش من اللايك. بالنسبه للمكونات ديال العصير، عندي 4 حبات ديال الليمون يكونوا متوسطين، وعندي هنايا خديت نص كيلو ديال القرعه. بعد ما نقيته قطعته مربعات غادي نردو يفور. بالنسبه اللي ما بغاش يفورها راه يسلقها، غير هذيك المويه اللي غادي تبقى فيها نديروها في العصير. عندي هنا 2 معالق كبار ديال هاد الزبيب صفر يكون ماركه زوينه، و3 الحبات ديال الكركاع بعد ما هرمشتهم. دابا غادي ناخذ الليمون غادي نطحنو ونرجع معكم. دابا بعد ما فورت القرعه كيف كتشوفوا راه دغيا كتفور، ما كتاخذش لينا وقت طويل. وعصرت الليمون. دابا غادي ناخذ الخلاط وغادي نطحن هذا العصير، وفي نفس الوقت غادي نشارك معكم بعض المعلومات على المكونات. بالنسبه للقرعه الحمراء كيف كتعرفوا حنا كنستعملوها في بزاف الوصفات زوينين، واخا معروفه عندنا اكثر هي في كسكسو. هي غنيه بالفيتامينات والحديد والكالسيوم. وبالنسبه لليمون كيحتوي على فيتامين سي ومنعش ومرطب، وكيقوي القلب وتيجدد الخلايا وتيقوي المناعه. بالنسبه للزبيب غني عن التعريف، كيساعد على الهضم وزوين للبشره وزوين لصحه العينين وحتى اللي عنده فقر الدم، وتيخفض ضغط الدم. بالنسبه للكركاع تيقوي الذاكره وغني بالمغنيسيوم والكالسيوم ومزيان لصحه القلب. دابا غادي نضيف واحد المكون ما ذكرتوش مع المكونات، هو زريعه ديال القرعه. عندي معلقه كبيره ديال زريعه القرعه بعد ما رطبتها شويه ديال الماء. دابا غادي نضيفها للمكونات ونطحن كل شيء. بالنسبه لزريعه القرعه كتخفف القلق، عرفتوا الوليدات مع الستريس تاع الامتحانات كتحميهم من الاكتئاب وتتقد المزاج. مهم راه كاين بزاف المعلومات في اليوتيوب اللي بغى يدخل ويعرف شنو كاين، وفي نفس الوقت كنعرفوا شنو كينفع الوليدات في هذه الفتره. بعد ما طحنت العصير كامل دابا غادي نضيف ليه 2 معالق كبار ديال العسل. ما غاديش نزيدو السكر. المهم غادي تذوقوه وتشوفوا على حساب شحال غادي يكفيكم. بالنسبه لليمون انا عندي حلو، ما احتاجيتش بزاف ديال السكر، خديت غير 2 معالق ديال العسل ضفتهم للعصير وغادي نطحن كل شيء. بعد ما طحنت العصير دابا غادي نخلطوه باش يتقاد ليا فيه الحلاوه. كيف كتشوفوا راه تيخرج كميه زوينه وفي نفس الوقت عصير خاتر ولذيذ وصحي. دابا غادي ندخلو للثلاجه يبرد شويه ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير بعد ما برد. نعطيوه لوليداتنا وحنا مرتاحين وعارفين شنو فيه. كيف كتشوفوا راه كيجي خاتر صحي ومنعش، يساعدهم على التركيز في قرايتهم، والله يسهل على الوليدات كاملين ويفرحهم ويفرحنا بهم بنتائجهم. وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وتجربوه وتبارطاجيوه مع الحباب، وما تنسوش اللايك. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله، والى اللقاء.